لما نتكلم عن السمارت كنترول سيستم مش بس معناه تشغيل وإطفاء الحمل من أي مكان بالعالم، ده نظام بنسميه سيستم اوف سيستمز، فهو نظام فوق كل الأنظمة. فلو عندك نظام إنارة ونظام باور ونظام تكييف وأنظمة تيار خفيف بأشكالها وأنواعها، سواء نظام إنذار الحريق أو تحكم الأبواب أو نظام الصوتيات أو غيره، فنظام السمارت كنترول سيستم فوق كل الأنظمة ديت هو الوايد كنترول. نظام السمارت كنترول سيستم يقدر يحط أي نظام كهربي تحته ويتحكم فيه تحكم كامل فول كنترول من أي مكان بالعالم. وعلشان نفهم الموضوع كويس هنخش شوية جوه السمارت كنترول سيستم اللي هو عبارة عن السمارت ديفايس. السمارت ديفايس داخلها الكترونيك شيب، شريحة إلكترونية، وهي عقل السمارت كنترول سيستم. الشريحة دي هي اللي هتوفر الاتصال بالإنترنت والتحكم من نوع الوايد كنترول، وبرضه لأنها شريحة إلكترونية بالتالي أقدر أبرمجها علشان تديني إمكانيات أكبر بالتحكم، زي التحكم الزمني أو التحكم عن طريق السنسور الحساسات أو التحكم بالقدرة الكهربية. هنبدأ بالكلام عن التحكم بالأحمال الكهربية، وهنسيب التحكم بأنظمة التيار الخفيف لحلقات قادمة إن شاء الله. دلوقتي ايه هو انواع التحكم اللي يقدر يديهالنا السمارت كنترول سيستم؟ اولا التحكم الزمني، ثانيا التحكم عن طريق السنسور، ثالثا التحكم بالقدرة الكهربية. هنبدأ بالتحكم الزمني. ببساطة التحكم الزمني معناه التحكم في وقت تشغيل وإطفاء الحمل الكهربي من أي مكان بالعالم. مثلا بضغطات صغيرة على تليفونك المحمول هحدد خط الإنارة ده يشتغل مثلا من الساعة 7 للساعة 10، يعني يشتغل مثلا 3 ساعات وبعدين يفصل اوتوماتيك. أو أحمال كهربية معينة تشتغل مثلا يوم السبت الساعة 4 وتفصل يوم الأربعاء الساعة 8. دي مجرد أزمنة بديها كمثال عشان توضح معنى التحكم الزمني. ثانيا التحكم عن طريق السنسورز أو الحساسات. السنسور أو الحساسات عبارة عن عين مراقبة لحدث معين، زي مثلا حساسة للحركة الموشن سنسور. لما احط الحساس ده في مكان معين، لو حصل حركة في المكان ده هيحس السنسور، بالتالي اقدر استفيد بالحساسات دي واستخدمها مع السمارت كنترول سيستم، بحيث الحساسات دي تراقب اي نظام وتديني فيدباك او اشارة على التليفون المحمول. الفيدباك ده او الاشارة دي ممكن تكون نوتيفيكيشن على التليفون المحمول، او ابرمج السمارت ديفايس على ان لو جه اشاره او فيدباك من حساس معين افصل او اشغل حمل كهربي معين. مثلا ممكن احط حساس حركه على باب شقه او غرفه، بحيث لو شخص دخل البيت او الغرفه يجيلي نوتيفيكيشن على الموبايل، او اشغل مثلا خط اناره او افصل حمل معين، وهكذا. وللحساسات اشكال وانواع كتير جدا، وبختار على حسب الاستخدام. مثلا في حساسات حرارة وحساسات دخان، سموك ديتكتور أو هيت ديتكتور، ودول بيكشفوا الحرارة أو الدخان. فأقدر أحط حساس حرارة في مكان معين، بحيث لا قدر الله لو حصل حريق في المكان ده يجيلي نوتيفيكيشن على الموبايل. أو برضو أقدر أفصل الأحمال الكهربية لو حصل لا قدر الله حريق، زي الأحمال اللي خطر تكون شغالة وقت الحريق زي التكييف، أو أفصل مثلا خط الغاز، وهكذا. أقدر أعمل أي سيناريو أنا عايزه وقت الحريق. آخر نوع من التحكم هو التحكم بالقدرة الكهربية، يعني التحكم في بارامترات الحمل الكهربي، زي مثلا لما أتحكم في شدة الإضاءة وأعمل ديمينج سيستم، يعني أخفض أو أعلي الإضاءة، أو التحكم في سرعة المواتير. والكلام ده من أي مكان بالعالم وعن طريق ضغطات صغيرة من تليفونك. بس في الحقيقة النوع ده من التحكم مش على مستوى كل الأحمال الكهربية. فمثلا لو بنتكلم عن نظام الإضاءة، أقدر أنفذ التحكم ده على نوع معين من الإنباط، وبتكون من نوع الدينابل، يعني قابلة للتغيير الكهربي. وفي أنواع من اللمبات مقدرش أعمل عليها التحكم ده، بل ممكن تؤدي إلى مشكلة. وعلشان نفهم الموضوع لازم نفهم بارامترات الحمل الكهربي، وهي الجهد والتيار والتردد، يعني الفولت والكرنت والفريكوانسي. في أحمال أقدر أغير في الجهد المسلط عليها بدون تأثير كبير على باقي البارامترات،
وبالتالي أتحكم مثلا في شدة الإضاءة للمبات معينة. لكن لو حبيت أغير الجهد بهدف تغيير شدة الإضاءة على لمبات معينة ممكن تؤدي لارتفاع التيار، وبالتالي اللمبة تبوظ، ممكن كمان تسبب في تدمير السلك. فلازم أعمل الموضوع عن علم وعن فهم. وأقدر برضو أتحكم في سرعة المواتير عن طريق تغيير التردد أو تغيير الجهد. موضوع التحكم في القدرة الكهربية لتغيير مثلا شدة الإضاءة بتكون مجرد تحريك سلايدر على التليفون المحمول، وبالتالي بتغير في الانبوت انالوج سيجنال اللي هي الإشارة الداخل التناظرية اللي بتروح للسمارت ديفايس، ويقوم السمارت ديفايس بدوره بتغيير إشارة الخارج التناظرية اللي هي الاوتبوت انالوج سيجنال. حكاية التحكم عموما دايما بنفكر فيها وبنحاول ننفذ كل أشكال التحكم في حياتنا، وفكرة التحكم العالمي الواير كنترول هتغير حياتنا تغيير شامل، لأننا من خلال التحكم ده نقدر نسيطر على كل شيء بمجرد ما نبص على تليفوناتنا أو اللابتوب في أي وقت وفي أي مكان. في النهاية أشكركم. أنا أحمد زهران، مهندس كهرباء.